مساء الخير عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتكم قناة أستيوس إيغوسات. اليوم إن شاء الله جيتكم وصفة الكيكة بكريمة الفلون. هذه الطريقة أو هذه الكيكة هذه اللي راهي دارت ضجة على مواقع التواصل. فقط قمت ببعض التغييرات فيها في الكريمة، وتحصلت ما شاء الله على ونجحت لي وكانت رائعة جدا. لكن في كما نبدا نقول لكم هذه المقادير ونبدا في طريقة التخلط ديالها، راح نقول لكم اما هم المقادير اللي بدلتهم هذا لمصداقية الوصفة. اذا نتمنى ان شاء الله تعجبكم. نخليكم الان مع الفيديو وطريقة التحضير. اذا هنا البنات عندنا في المقادير 4 علب من ياغورت طبيعي. هاوليك. هذا الياغورت الطبيعي تقدري تستبدليه بزوج كيسان تاع حليب، لكن للطعم الاحسن والذوق الاحسن استعملي الياغورت الطبيعي. عندك 200 غرام من الفلون فاني، عندك 4 حبات بيض، زوج اكياس خميره حلويات وزن 10 غرام، عندك ملعقه من قرصه من الملح، ملعقه من الفانيليا، زوج كيسان تاع حليب، زوج كيسان زيت البنات، لكن ناقصين دو دوا، يعني ناقصين 2 اصابع، كل كاس ناقص 2 اصابع. عندنا ثاني كيسان تاع فرينه دقيق الابيض، عندنا كوب حليب بودره، تعوضيه كذلك بحليب النسلي اذا عندك، لكن نستعملي حليب بودره كذلك يجي طعمها رائع جدا. عندك كذلك هذه التغيير انا اللي عملته صراحه، هي تجيب الحليب تاع النسلي، وهنا والكريمه يديروها كذلك بالحليب العادي، لكن بالياغورت تجي طعم رائع، وبالحليب النسلي كذلك بالحليب البودره تجيك احسن. كذلك ما نساوش الكوب تاع السكر، ما تزيديش فوق كوب الاخت. الان نبداو في طريقه التحضير ونعاودوا مع بعض المقادير. زوج كيسان تاع زيت المائده العادي، زوج اكواب كما قلت لكم نقصوا منهم زوج اصابع. عندي كوب من السكر، عندي كوب من الحليب البودره. هذه هي الزياده يعني، ولا الوصفه ماهيش هكذا، انا اللي غيرت في هذه الوصفه صراحه. هي هنا يديروها بالحليب النسلي ويديروها بالحليب هذوما الاربع علب تاع الياغورت، يستعملوا بدلهم كوبين من الحليب العادي، لكن كي استعملتها هكذا جا الطعم تاعها رائع جدا. وانتي واش توفر عندك سيداتي؟ هنا واش ندير البنات، هنا صراحه جوزت لكم بزاف في الفيديو، صراحه سرعت فيه، لكن كاين كل مرحله لازم نجوزها، يعني ما نقدرش نهضر على مرحله في وسط مرحله اخرى. هنا البنات واش درت، خليت الفيديو يمشي عادي باش هكذا تشوفوا بالعقل، يعني كاين بنات ثاني صغارات راهم يحبوا يتعلموا، يحبوا يشوفوا كل حاجه بالمرحله، وكاين بعض المراحل اللي سرعت فيها الفيديو يعني عادي. اذا بعد ما صبينا هاد الاربع علب تاع الياغورت يكونوا باردين، خلوهم باردين البنات. لازم نستعملوا هنا الهاند بلندر اللي هو البغا ميكسور. علاش رانا هنا لازم تستعملي هذا؟ لانه صراحه ما جربتهاش بالباتور، لكن لازم تستعملي هذا، ولا هذاك الطاس تاعك تاع اللي تعملي فيه لي جو تستعملي فيه باش ديري الكريمه، باش تحصلي على هذاك القوام كيما المايونيز. هنا عندك 200 غرام تاع الفلون كراميل. الفلون كذلك تقدري تستعملي الفلون اللي حبيتي. اذا نخلطوا مليح هاد لي زانغريديون هذوما المقادير تاعنا مع الملعقه تاع الفانيليا، تكون ملعقه مملوءه، نتحصلوا على هذا القوام البنات، القوام الكريمي الرائع. واش نديروا، نجيبوا هذوك الكيسان اللي كينا بهم كامل المقادير، ونحيو من هذه الكريمه، نحيو زوج كيسان ونحطوهم ونغطوهم ببابي سولفيريزي ونحطوهم في الثلاجه، يعني نخلوهم حتى لين نبداو نوجدوا، حتى لين طيب هذيك نخلوهم حتى هما كاخر مرحله. راح تزيد تشد روحها، وراح تلاحظوا لما نكون نحط فيها وندهن فيها في الاخير راح تشوفوا. اذا هاو امامكم البنات، نحي كوبين مملوءين، اذا قسمتي المقادير على 2 تنحي كوب واحد، هكذا باش نتفاهموا البنات. هنا هذوك الاربع حبات بيض وهذه المقادير اللي درتهم، نحي كوبين من هذه الكريمه، اذا قسمتي المقادير على 2 راح تنحي كوب واحد من هذه الكريمه. اذا هكذا كما راكي تشوفي.
هنا نبداو في اضافه في المرحله الثانيه في اضافه المقادير اللي هي 4 حبات بيض باش نخلطوا، والدقيق الابيض باش نخلطوا. عفوا هنا طاحت لي قشره، لكن تاكدوا انه البيض مغسول، يعني لازم البيض تغسلوه البنات، لازم ضروري جدا. اذا هنا نفقسوا 4 حبات بيض تاعنا باش نخلطوهم بالباتور. كي يتخلطوا مليح نجيبوا الدقيق الابيض تاعنا بعد ما نخلطوهم مليح. هنا البنات خلطوهم واحد دقيقه هكاك منبا، خصوصي كي يكون الباتور هكذا حاجه مليحه راح يخلط لكم مليح. نجيبوا الدقيق الابيض تاعنا كوبين البنات، تذكروا معايا كوبين تاع الدقيق الابيض. الفرينه نصبوهم كيما راكم تشوفوا، ونزيدوا عليهم هذوك الكيسين تاع خميره الحلويات، نزيدوهم هنا البنات باش نغربلوهم مع هذا الدقيق الابيض هكذا هاوليك كيما راكي تشوفي. ونكملوا نغربلوا الفرينه ديالنا، لانه ضروري البنات تغربلوها صراحه، لانه ساعات دوك تشوفوا هذوك التكتلات اللي يكونوا في خميره الحلويات صراحه هي ماهيش خاسره يعني، لكن دائما يجوا فيها هذه التكتلات نحلوهم. فوالا، ونقوموا بالخلط، نخلطوا شويه باش ما يطيرش علينا هذيك الفرينه. نخلطوا هنا تخلطي ميم با 20 ثانيه، يعني تخلطي باش يندمج الدقيق الابيض. وإلا حبيتي تخلطي بيدك كذلك خلطي بيدك ما فيش مشكل. والسرعه ما ديريهاش على اقصى سرعه، صراحه هنا ما ديريش على اقصى سرعه، كانك راكي تخلطي بالخلاط اليدوي اذا ما عندكش هنا في المرحله هذه الخلاط الكهربائي. اذا تخلطي بهذه الطريقه هذه حتى لين تحصلي، عفوا حتى لين يندمج لك كامل الخليط. كي نكونوا كملنا خلطنا واندمج الخليط تاعنا مع بعضه، نجيبوا البلا تاعنا، البلا اللي موجود عندك سيدتي، حبيتي هذا من تاع الزجاج ولا دهنته فقط بقليل من الزبده. نصبوا كامل هذيك العجينه تاعنا كامل، الخليط تاعنا نصبوه كامل هنا، ونحطوه على درجه حراره 160 حتى 170 درجه اقصى حد باش تطيب لنا وتطلع. وباذن الله راح تشوفوا راح تجيكم صدقوني اسفنجيه، يعني راح تجي تقدروا تستعملوها في كثير من، حتى في تورته العيد الميلاد تقدروا تستعملوها. اذا كما العاده نفرغوا كامل واش كاين في الريسيبيون تاعنا في الصحفه ديالنا، نسقموا هذا انت هكذا راح تشوفيها تقولي دوك تجي رقيقه، لا راح يجي يعني القياس تاعها يجي ما شاء الله. كي تقسمي المقادير على 2 تماك تستعملي النص تاع هذا البلاطو، هذا 45 على 30. نخبطوه شويه ونحطوها في الفوق كما قلت لكم 160 اقصى حد 170 درجه حتى لين تطيب. اذا هنا البنات بعد ما طابت وخذت الشكل تاعها هذا وما شاء الله طلعت لنا، نجيب 2 اكواب تاع حليب. شوفوا البنات 2 كوب حليب و4 ملاعق كاكاو وملعقتين سكر. 2 كوب حليب 4 ملاعق كاكاو وملعقتين سكر. هنا نصبوا، راح ندير واحد المرحله اللي هي راح نحط بالسكين ثقوب، لكن لو كان درتها من الاول يكون احسن. ونصب الحليب تاعنا كامل فوقها، هذه 2 اكواب راح تكون كافيه، وماهيش راح تجي مشربه بطريقه انه راح تجي رائعه جدا البنات. فوالا نكملوا نصبوها ونخلوها حتى تبرد تماما. هنا هذا الحليب راهو بارده، نخلوها حتى تبرد تماما. حبيتوا ديروا هذه المرحله كي تبرد الجينواز تاعكم كذلك عادي. اذا هناك مرحله كذلك الثالثه، نجيبوا هذيك الكريمه، شفتوا القوام تاعها كيف راه. هنا البنات راني سرعت لكم في الفيديو. ونجيبوا هذه الصلصه تاع الكراميل تتباع ولا ديروها في الدار كيما حبيتوا. نحط هذه الكريمه اللي خليتها في الثلاجه، شوفوا كيفاش ولا القوام تاعها، زادت جمدت وشدت روحها. واش ندير البنات؟ ندهنها على كامل سطح الحلوى ديالي الجينواز هكذا كيما راكم تشوفوا. وكيما قلت لكم الفلون هنا تغيروه كيما حبيتوا،
حبيتو تعملوها ذوق تاع فراز، حبيتو الذوق اللي حبيتيه سيدتي، اللي يحبوه الذوق اللي يحبوه في بيتك اعمليه. اذا ندهنها بهذه الطريقه بطريقه جيده. عندك سواء هذه سباتولا او عندك ملعقه عاديه ما يهمش. هكذا راح تكون الكميه كافيه. شوفي مليح، لازم تروحي لكامل الاطراف وكامل هكذا، وتجيبي هذيك صوص كراميل هذيك وتروحي وتولي كيما راكي تشوفي دركا. يعني في كل الاذواق تقدري تستعملي هذه الصوص كراميل، لكن كاين كذلك اللي تعملي فراز، تجيبي صوص كراميل عفوا صوص فراز كذلك، وتروحي بهذاك واسمو تاع الشواء هذاك، وتروحي وتولي، ولا بسكين ما عندكش بالسكين تروحي وتولي حتى تحصلي على هذا الشكل هذا. تحطيها في الثلاجه وتخليها تبرد مليح. هذيك الكيكه بكريمه الفلون تاعنا بعد ما وجدت. نتمنى ان شاء الله تجربوها بهذه الطريقه وتنجحوا فيها كذلك. وما تنسوش تخلوا لي تعليقاتكم باش هكذا نشوف كذلك، او على صفحتي على الفيسبوك او الانستغرام، دوك نديرها لكم هنا في صندوق الوصف باش تبعتوا لي الوصفه كي تعملوها. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء.